سلام. فيديو ديال اليوم غادي نهضروا فيه على رخصه الثقه او البيرمي ديال الطاكسي. غادي نهضروا بالضبط على الاجراءات والشروط والوثائق اللازمه باش تحصل على عليه. اي انك الا كملتي الفيديو حتى الاخر غادي تعرف الوراق اللي خاصك تجمع باش تاخذ البيرمي كونفيونس، ومنين غادي تجيب هاد الوراق وفين غادي تباعهم ملي تجمعهم، وغادي تعرف ايضا واش انت فيك الشروط باش تاخذ هاد البيرمي او لا. اول شرط غادي خص تكون عندك الجنسيه مغربيه، اي ممنوع على الاجانب انهم ياخذوا رخصه الثقه. ثاني شرط هو ان العمر ديال المترشح خاص يكون ما بين 25 و 45 سنه، اي ان العمر ديالو خاص يكون اكثر من 25 وقل من 45 سنه. ثالث شرط هو خاص يكون عنده البيرمي عادي او البيرمي من صنف بي لمده 5 سنوات على الاقل. رابع شرط خاص يكون المترشح ما فيش شي امراض معديه ومعافي بدنيا، اي ماشي من ذوي الاحتياجات الخاصه. رابع شرط خاص يكون المترشح ما فيش امراض معديه ومعافى بدنيا، اي ماشي من ذوي الاحتياجات الخاصه. الشرط الخامس حسن السيره والسلوك، اي المترشح ما خاصش يكون مدوز الحد، والا كان ديجا مدوزو خاصو يدير اعاده الاعتبار. الشرط السادس هو خاص يكون مقيم في العماله اللي دفع فيها. الشرط السادس هو خاص تكون مقيم في العماله اللي غادي تدفع فيها البيرمي، او يكون عندك العنوان ديال ديك العماله في لاكارت ناسيونال. الشرط الرابع هو ما خاصش المترشح يكون خدام في شي اداره عموميه. الشرط السابع هو ما خاصش المترشح يكون خدام في شي اداره عموميه. الشرط الثامن هو ان يتوفر على الاقل على شهاده السادس ابتدائي، اي انك خاص تكون قاري حد السادس او اكثر. الا كانوا هاد 8 الشروط اللي ذكرنا متوفرين فيك، مبروك عليك، راه يمكن لك تبدا تجمع الوثائق باش تحصل على رخصه الثقه. الوثائق اللي خاصك تجمع هما طلب خطي للمعني بالامر يوجه الى والي الجهه او العامل. راه كاين نماذج بزاف ديال هاد الطلب، غادي نخلي لكم شي واحد في صندوق الوصف الا بغيتي. نسخه من بطاقه التعريف الوطنيه، اي فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال. نسخه من رخصه السياقه، شهاده عدم الشغل غادي تاخذها من عند المقدم. بطاقه السوابق العدليه كتجيبها من المديريه العامه للامن الوطني. شهاده مدرسيه مصادق عليها من طرف النيابه، اي غادي تاخذ شهاده مدرسيه من المدرسه اللي كنتي كتقرا فيها وغادي تمشي تديها النيابه باش يكاشيو فيها. هاد الشهاده باش تثبت لهم المستوى الدراسي ديالك، وما خاصش تكون مده الصلاحيه ديالها فايته 3 شهور. شهاده السكنه، شهاده الفحص الطبي للعيون والصدر تاخذهم من عند اطباء معتمدين اي معترف بهم من طرف دوله. 4 تصاور، عقد الازدياد، ظرفان متنبران ودير فيهم العنوان اللي عندك في لاكارت ناسيونال. من بعد ما كتجمع هاد الوراق كديرهم في دوسي كبير وكتدفعهم في العماله اللي انت محسوب عليها، وبالضبط في المكتب الخاص برخصه السياقه. من بعد كيعطيوك توصيل فيه الرقم ديال الملف ديالك ومن بعد كيوصلك اشعار من عند المقدم باش كيديروا معاك بحث في المقاطعه. من بعد القيد كيسيني في الورقه وكيدفع للعماله. من بعد كيديروا لك بحث اخر عند الشرطه. من بعد ما الملف ديالك كيتقبل، العماله كتعطيك وصل باش تخلص 2000 درهم. والتوصيل ديال الخلاص كدير ليه فوتوكوبي على 3 المره. الاول كتخلي عندك، ثاني كتدي للعماله، ثالث كتديه للسونتر اللي غادي تقرا فيه. عاد كتمشي تقرا في السونتر لمده 20 يوم، يكونوا الحصص في المساء. كتقرا في هذا السونتر لغه التواصل والترقام. من بعد ما كتسالي هاد 20 يوم كدوز امتحان في الشفوي وفي السياقه، ومن بعد ما كيخرجوا النتائج كيعيطوا عليك. اما بالنسبه الى نجحتي في هذا الامتحان وخديتي رخصه الثقه فراه خاص تبقى تجددها كل 3 سنين. الا استفدتي من هذا الفيديو ما تنساش بدعمنا بجيم وابوني للقناه، وشكرا على المتابعه.